تدميس الفول في البيت لازم في رمضان. يلا بقى على طول كل اللي دمس الفول برضو يكمل الفيديو للآخر. هنعمل طريقة تحضير طبق فول جميل جدا للسحور، وطريقة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. شايفين كمان التدميس بتاعنا قد ايه جميل، والفول شكله حلو وكمان مستوي خالص. هنشوفه مع بعض وهنشوفه ازاي عملناه، وكمان من غير دماسة، يعني هنعمله في الحلة ونسهل على نفسنا وهيطلع زي الدماسة وأحلى كمان. كملوا بس للآخر وشوفوا الطريقة. يلا بقى على طول لايك واشتراك للي لسه ما اشتركش، وكل سنة وانتم طيبين. وادي اهي طريقة الفول معانا، هنشوفها مع بعض وهنشوف طريقتين تقديم للفول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا الفول أنا نقعته يوم كامل، حابين تنقعوه أقل من كده مفيش مشكلة، المهم إن القشرة تبقى معانا زي ما احنا شفنا كده. وده كمان فول مدشوش، دوت 100 جرام فول مدشوش لنص كيلو فول، وجزراية كبيرة بالشكل ده، ونص قرن فلفل أحمر، ولو متوافر هريسة حمرا من اللي كنا عاملينها مفيش مشكلة، ومعلقتين عدس أصفر وليمونة بالشكل ده. هي دي مكوناتنا، بسيطة جدا وطريقتنا هتبقى سهلة جدا. كملوا الفيديو للآخر وإن شاء الله هيعجبكم. ويا سلام بقى على البصل الأخضر اللي احنا عاملينه في البيت بطريقة حلوة قوي ومش متعبة خالص. هنحط البصلاية بتاعتنا يا دوبك تلمس المية بالشكل شفناه ده، هتطلع معاكم أحلى وأنضف بصل أخضر من البيت. يلا بقى في الأيام العادية اعملوها بعيد عن السحور والصيام، وتاكلوها بقى مع الفول، مع أي وجبة انتوا بتحبوها بتبقى طعمها حلو قوي. وده الفول المدشوش والعدس غسلناه، والمية تبقى معانا كده شفافة بالشكل ده، تبقى رايقة من أي نشا فيه أو أي مية معكرة بعد الغسيل، هيبقى معانا بالشكل ده. والفول هنحطه في الحلة ونحط كل المكونات مع بعض من الأول خالص مفيش مشكلة، وهنغطي عليه بس بعد ما نقفله حلو قوي، ونديله عصرة الليمونة بتاعتنا، وهنحط القشر برضو. والقشر ما منوش أي مشكلة، بالعكس بيخلي الفول معانا ما بيسودش، هو ده سر الفول اللي في الحلة، ما بيسودش معانا خالص. وكملوا الفيديو هنقول أسرار تدميس الفول بكل تكاتها، وهيطلع معاكم ولا أروع، وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بعد ما استوى خلاص معانا غطيته، قفلت عليه، ما دخلتلوش أي هوا. عارفة كمية المية المناسبة ليه، إن أنا كل نص كيلو فول هحطه في حلة كبيرة زي كده واملاها مية عشان ما ازودش، ما اضطرش ان انا كل شوية افتح واقفل، يبقى الكمية مناسبة معانا. طبعا الجزر حابين تقرصوه بالمعلقة كده ماشي، أو تبشروه من الأول خالص، النتيجة واحدة بس أنا بسهل عليكم. وبكل بساطة هيبقى بالشكل ده بعد ما يتدمس. هنهرسه بالمعلقة، هنسيبه وقت التقديم نهرسه وهو على النار مفيش أي مشكلة. زي ما قلتلكم النتيجة واحدة. يلا بقى مستنيين ايه؟ لايك للي محطش لايك، واشتراك للي لسه ما اشتركش. عايزين بقى نسبة تفاعل على القناة كبيرة شوية علشان التفاعل بيبقى فيه المشاهدات، بس التفاعل بالنسبة للمشاهدات بيبقى ضعيف جدا، عايزين القناة تترفع معانا. يلا نشوف بقية وصفتنا. احنا قلنا مش هنفتح عليه، كتر الفتح والقفل بيخليه يبلح. يعني ايه يبلح؟ يعني الفولة تبقى ناشفة معانا. وكمان ما ينفعش تحطي مية سخنة من الأول خالص، برضو هتخليه يبلح. لازم يبقى في مية باردة من الأول ويسخن كله مع بعضه ويستوي سوا واحد. كمان احنا هنا ما حطيناش اضافات كتير، حاولنا ان احنا نحط اضافات معقولة وبسيطة وهتطلع الوصفة برضو ناجحة، يعني بنسهل على بعض. وهنا بقى طريقة الفول بتاعتنا اللي احنا هنعملها حصري في لذيذة وسهلة، مش هتلاقي الفيديو ده على اي قناة. طريقة سهلة وطريقة جديدة لتحضير الفول على السحور، والطريقة دي كمان مناسبة للي كل بياكل فول بيتعب منه ومن القولون، بيتضايق من الفول. الطريقة دي هتبقى مناسبة معاه جدا ومش هتتعبه ومش هتبقى تقيلة على المعدة وهتحبوها. زي ما شفنا مع بعض حمرنا بصلة وحطينا عليها معلقة صلصة طماطم، ونزلنا على طول بمعلقة زبادي، وكلهم مع بعض بقى بالشكل ده هنقلبهم. وبعد كده هنقدمهم في طبق التقديم، ونكون مجهزين معانا حتة فحمة صغيرة هننزلها في طبق الفول
بنفس طريقة الفحمة اللي بتبقى في الكفتة، وعلى طول هنغطيها. وزي ما احنا شايفين كده طبق الفول لوحده حكاية. الزبادي مش هيبقى باين في الشكل، بس هيبقى باين في التأثير. الفول على المعدة مش هتحسوا ان هو متعب، وهتحسوا كده بالطعم كمان مختلف، حاجة كده جديدة هتحبوها وان شاء الله تعجبكم، وكمان هتعجب الأطفال. وبكده يبقى قدمنا طبق الفول وحضرناه بطريقة جديدة لأحلى سحور في 2023 مع لذيذة وسهلة. حطينا الفحمة في قطعة فويل صغيرة خالص كده، على طول هننزل بيها بنقطتين زيت بس تاخد طعم الفول المدخن، ونغطيها دقيقة واحدة وهنحوش الغطا على طول. ويلا بقى شوفي أحلى طبق فول في سحور 2023. هنكون مجهزين معلقة القشطة زي ما شفنا بالشكل ده، تبقى طعمها حلو قوي، وهتبقى كمان مدية شكل جميل كريمي كده مع الفول، بتبقى لذيذة فعلا. هتجربوها وإن شاء الله تعجبكم. ونحضر معاها كمان طبق فول بزيت الزيتون والليمون على السريع كده، ولا أروع. يبقى معانا طريقتين لتقديم الفول. شايفين الفول معانا هيبقى بالشكل الجميل ده، وهيبقى طعمه تحفة إن شاء الله. وأتمنى إن انتم تجربوه، واستنى بقى رأيكم في التعليقات. على طول بقى جهزنا طبق الفول الصغير اللي بزيت الزيتون والليمون، ولا أروع. حطي بقى كمون وملح، وبكده يبقى خلصنا الفول. وشوفنا طريقة كمان تدميس الفول، وطريقتين لتحضير الفول، ولسه وصفاتنا كمان في لذيذة وسهلة مكملين. أتمنى إن الوصفة تكون عجبتكم. وصفة بسيطة جدا وسهلة، ومش هتاخد وقت معاكم. وشوفنا الفول بكل تكاته، والمهم إن قشرة الفول ما تبقاش ناشفة قبل ما احنا نبدأ ندمسها، وكنا نقعناها في المية. وألف هنا وشفا ورمضان كريم.